هند بنوتة عندها 23 سنة، جالها هبوط بتقيس السكر لقاته 48. ده اسمه هبوط سكري. مرة حصل لها الموضوع ده وهي في البيت وكانت فايقة، فادوها عصاير كتير وأكل كتير جدا، وبتقيس السكر بعدها لقت السكر 300. في مرة تانية راحت المستشفى لأنها كانت مش فايقة. هناك في الاستقبال والطوارئ ادوها جلوكوز 25% بكمية كبيرة عشان تفوق. بيقيسوا السكر لقوا السكر 300. في المرة دي والمرة دي ده غلط. ده مش الأسلوب الصح عشان التعامل مع الهبوط السكري. طيب ايه الصح؟ هند لما سكرها يوطى بالشكل ده تحت 70، ده احنا قلنا ان اسمه هبوط سكري. لو هي فايقة هنتعامل في البيت، ولو هي مش فايقة فاقدة للوعي هنروح المستشفى. وفي الحالة اللي زي دي فورا هنطبق قاعدة اسمها قاعدة 15-15. ايه هي ال 15-15؟ ال 15 الاولانية هي 15 جرام من السكر، لو هي في البيت هتحصل عليهم من خلال 4 معالق سكر ابيض او 4 معالق مربى من اي نوع او نص علبة عصير معلب. لو هي في المستشفى في حالة انها تكون فاقدة الوعي، ال 15 جرام سكر دول هتحصل عليهم من خلال جلوكوز 25% يساوي 50 ملي، يعني 50 سنتي. وبعد انتهاء انها تاخد ال 15 الاولى اللي هم ال 15 جرام، هيجي دور ال 15 التانية، وهم الوقت بتاع الانتظار ما بين وقت اعطاء ال 15 جرام سكر واعادة قياس السكر. يبقى انا بدي 15 جرام سكر سواء في صورة اكل لو هي فايقة او في صورة محلول وريدي جلوكوز 25% لو هي فاقدة للوعي، وبنتظر 15 دقيقة وبعدين بعيد قياس السكر. بعد كده لو انا قست السكر ولقيته عندها لسه اقل من 70، بعيد الكرة مرة تانية، بشتغل قاعدة 15-15 وبستمر بالموضوع ده لغاية السكر بتاعها ما يعلى اكتر من 100. في الحالة اللي زي دي انا بعد كده بشتغل على الفرع التاني. لو سكرها كان زاد عن 70، بعمل حاجة اسمها تثبيت علشان السكر ما ينزلش تاني بسرعة، وده بيبقى من خلال كوباية لبن مع عسل، كوباية زبادي مع الفاكهة، أو كوباية زبادو.